تخيل كده ان وصية جدتك تكون انك تروح لجزيرة مليانة بنات حرفيا، والمشكلة هنا ان بيطلع عليك اصلا سمعة انك متحرش ومنحرف، والمشكلة هنا ان الوصية المفروض انك تفضل في الجزيرة. توضيح بسيط بس يا جماعة، التلات فيديوهات اللي نزلوا الاخرى دول هم انميات مستمرة، فطبيعي تكون الحلقة صغيرة. مش قصدي ان انا ابخل عليكم بحاجة، والله العظيم هو الحلقات لسه ما نزلت، وهرجع تاني للانميات الكاملة. وطبعا مش هسحب على السلسلة دي، اول ما الحلقة بتنزل بنزلها عادي، اللي هم التلات انميات دول. بنبدأ ببطلنا تاكا وهو مسافر لجزيرة على متن باخرة علشان جدته توفت، وسابت له ورقة وقالت له فيها ان هو يجي لها بسرعة للبيت، وبيقول ان هو بقى زي الطيور المهاجرة المجروحة اللي هي قدامه ديت. وفي ولية كده ست كبيرة بتقول له مالك يا حزين، انت زعلان ليه ومجروح كده، في ايه؟ فبيقول لها ان هو مجروح جرح كبير قوي، وهي بتقول له مجروح فين يا ابني، انت سليم قدامي اهو. فهو بيقول لها في قلبي يا نينا، وبتقول له نينا نينا مين يا روح امك؟ وطبعا ما بيرضاش يقول لها، وبنشوف بنت زي القمر كده واقفة على الشط، ولما بيوصلوا بيقول لها انا حاسس ان انا جيت هنا قبل كده، هو في ايه؟ والحاجة بتقول له لا لا ما تخافش، ده ديجافو. الله عليك يا حاجة، دي انت مثقفة اكتر مني يا حاجة. لا انت اللي فاشل يا حبيبي، ولسانك زي الزفت ومحتاج تربية. وبيقرا كده الورقة اللي مكتوب فيها العنوان وعمال يسأل، ولما بيوصل كده للمكان بيلاقي بنت مستنياه، وبتقول له ان هي اسمها كيوكو، هي المهتمية بالمنزل ده بقالها كتير، وهو بيشكرها وبتوري له كده الغرفة اللي هو ينام فيها. بس بتقول له انا اسفة لو كانت الريحة مزعجة، لانها كانت غرفة تخزين. ويقول لها عادي عادي، كده كده الحوار ده مش فارق معايا، لان هي ملائمة اصلا لحالتها العاطفية اللي هي زبالة اساسا، وانا كده كده طاهر الجريح. بتقول له ايه انت بتقول ايه يا عينيا؟ المهم في بنوتة قريبتي كده عايشة معانا في البيت، بس هي بتطلع كتير كده بره، فعشان كده بس هي مش موجودة، بس كان نفسي اعرفك عليها. وببقى قاعد كده زعلان ان اعرف ان جدته ما سابتلوش اي حاجة خالص غير الورقة وكوخ اللي هو قدامنا ده، وبيبقى مليان بحاجات كتير جدا، وهو مش عارف يجيب اي شركة تنظيف، لان فيها حاجات اصلا اثرية وحاجات تبع العيلة وحاجات غالية وحاجات رخيصة، لان هي مجمعة الحاجات دي اصلا من كل انحاء العالم، لانها كانت بتحب السفر رغم ان هي ميتة على 92 سنة. بس ربنا يديها الصحة هي ماتت يعني، بس يعني هي كانت صحة. الصراحة الحاجة دي كانت صحة، انا حرفيا في العشرينات وبكسل انزل مع صحابي اساسا. لا عاش يا حاجة والله، كفو عليك. وبيروح في النوم كده وبيحلم ان هو بيغرق، وبيروح كده البيت وبيقول لها عايز اكل، فبتروح تجيب له اندومي، وبتقول له هو ده اللي موجود دلوقتي، ان انا ما كنتش عامله حسابي على اي حاجه ولا عارفه ان انت جاي دلوقتي. لما بتحس ان هو متضايق منها بتديله مكنه او دراجه ناريه، وبتقول له روح في مطعم في المكان الفلاني، وبيركب بالعنوان اللي هي اديته له وبيروح. ولما بيروح يلاقي المنيو حرفيا اربع خمس اصناف بس، وبيطلب فراخ وبيض وبس. المشكله هنا ان الطلب لما بينزل ما بينزلش اللي هو عايزه، فبينادي صاحب المطعم هو ايه ده؟ فبيقول له للاسف الفرخه اللي عندنا ماتت. فبيقول له ايه، هي كانت فرخه واحده؟ طب فين البيض طيب؟ فالراجل بيقول له انت غبي ولا ايه، ما الفرخه ماتت فطبيعي ما فيش بيض. وطبعا هو مش متعود على الحاجات دي، لان هو ما كانش قاعد في الارياف قبل كده. والمهم بياكل وبيمشي، وبنلاقي كده ان في واحده بتراقبه من المناره. المشكله هنا ان هو بيتوه، وبيوصل لحمام سباحه وبيلاقي كده واحده بتعوم او بتنتحر، احنا مش عارفين بالظبط، لان هي بتهبل مش بتعوم. بتعرف على بعض كده بنعرف ان هي اسمها شيروها، وبيسالها انت بتنتحري ليه؟ وبتقول له لا انا انتحري ايه يا ابني، انا بتدرب بس على السباحه. وبتقول له انت بتعمل ايه هنا اصلا، انت جاي تتحرش بيا يلا ولا ايه؟ لا 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 والله العظيم ده انا عايز ارجع اصلا لبيت كيوكو. بتقول له مش مفروض بيتك انت مش كيوكي؟ وبيقول لها عموما انا ماشي دلوقتي سلام عشان الحق ادور على البيت. وهو ماشي كده بتقول له على العنوان وبيشكرها، وبيقول لها طب انت اللي بتضربي بالليل لوحدك، ما ممكن يحصل لك اي حاجه يا بنتي. وهنا بتلف وبتكون متضايقه قوي منه، بتقول له كلمه غريبه، وهو بيتكسف قوي لما بيشوف اصلا جسمها حرفيا باين كله. فهنا بيمشي، ولما بيوصل بيسأل على الكلمه، وبتقول له لا ده هي كده معناها ان هي متضايقه منك. ولما بيصحى الصبح كده بيلاقي بنوته صغيره كده بتصحيه، يا ابني قوم بقى قوم بقى، مش عارف اكل لان انت لسه ما تنيلتش، صحيت عايز اطفح. بيروح كده وبياكل رز على الفطار، وبيقول لها ايه ده، هو احنا ناكل رز على الفطار؟ مش غريبه دي؟ وتقول له تصدق انا غلطانه اصلا إني عملت لك حاجه اساسا. بيقول لها ايه ده، هو انت اللي عاملاه؟ اكيد هيبقى وحش. وبتشتمه. وهو بيبدا اكل كده، بتقول له بالسم الهاري في سرها. بس هنا بيلاقي الاكل حلو قوي، وبيلعبوا كده حجر ورق مص، وبيكون باين عليها اصلا قبل ما بتلعب بتعمل ايه بالظبط، فهو عمال يكسبها ويطلع عينيها. وبيظبط الكوخ شويه، والبنت اللي معاه بتقول له طب ما خلاص بقى روح خد لك استراحه بدل ما انت تعبان كده وتمشى. ولما بيروح يتمشى كده بيلاقي واحده نايمه ومع الكلب بتاعها، والكلب ده اتأمر قوي حرفيا، وكانت هتقع بس بيلحقها في اخر لحظه، وايده بتيجي على بس كده ماشي، وبتكون بتفوق وهو ما بيلحقش يشيل ايده، فبيستسلم للموقف بقى. يلا صباح الخير عامله ايه، تضرب فيهم ومفكراه متحرش اصلا، وتقول له خلاص بقى طالما هتغتصبني اغتصبني بالراحه. هي واخده مبدأ ان لم تستطع ان تقاوم فاستمتع، وبيتريق عليها بيقول لها يعني هو في الاول بالراحه عادي وبعد كده ادي بالجامد عادي ولا ايه، مش فاهم. والكلب بيصحى، انا عايز الكلب ده على فكره يا جماعه والله قمر. وحرفيا اللي كان بيرسم الكلب ده يعني فنان. وبيتعرفوا على بعض كده، بتقول له انت اسمك غريب كده ليه؟ فهنا بيقول لها لو عارفه بيت ابويا روحي اشتكي له. وبيحكي لها قصته، وبتقول له اه بس ده ما يمنعش برضه انك متحرش وقذر.
ثانية واحدة، أنت ما اشتركتش في القناة ليه؟ ده في ناس أصلًا بتنزّل يا ابني فيديوهات يا اسطى في كل حتة، والمشكلة عندي إن هُم بيجيبوا view أكتر منّي، ولمّا باعلّق عندهم الناس مفكراني أنا اللي كدّاب، لأ وكمان بيقولوا إن هُم الحقيقيين وبيمسحوا التعليقات بتاعتي، وبعدين إيه ال170 دي أنا ما جبتهمش أصلًا. متأخرة وبتجري، وبيقول هنا الجزيرة دي مقرفة جدًا، فبيروح للبحر عشان هو الحاجة الوحيدة الحلوة اللي في الجزيرة، وأول ما بيروح الموج بيخبطه وتيتا هنا بتشوفه وتقول له: "هو الواد ده منحرف والّا إيه؟" وبينشر اللبس كده وبيقابل واحد وبيقول له: "ممنوع تقلع القميص هنا." فهنا بيقول له: "لا، لا، لأ، الجرافطة بتاعتك ماوية قلبك." وبنشوف واحدة تضربهم بمسدسات مَيّة عشان ممنوع، وبيروح للبيت والبت هنا بتتكسف أوي وبتقول له: "ممنوع هنا تقلع أي حاجة في الجزيرة." وبيكون مستغرب من القانون ده، ما إحنا على البحر في إيه؟ وبيوصلوا كده طرد ومليان بالإنميات والمانجا وكلّهم سيكو سيكو أصلًا، ومعاهم جواب وصورة كده وبنعرف إن هو كان سباح، وبيقرا الجواب كده وبيقوم يجري ومش عارفين الجواب فيه إيه، بس هنا بيروح للبت اللي هي كانت بتتعلم السباحة وبتفتكر إن هو منحرف جاي تاني، وقعد يدّيها كده حبة نصايح بسرعة، بس هو كان مكسوف من جسمها أساسًا وبيمشي وبيسيبها. طب ما الواد محترم أهو، هو في إيه؟ بنكمل تاني يوم كده البنوتة الصغيرة بتكون بتفتكر حاجات من الماضي، وبنشوف بعديها تاكا ماشي بالمكنة، وبنشوف بنت جاية عليه كده بشنطة وشكلها هتبقى حاجة مهمة هنا في الأنمي، وبعدها شروق بتوقفه وبتشكره على النصايح اللي هو اداها لها قبل كده علشان بقت بتعرف تعوم، وبيروح للمعبد علشان يتعبد الكافر ابن الكافرة، وبعد كده الأطفال بيشوفوه بنعرف إن الجد صيادته أساسًا بالملاك اللي جناحه مكسور وإن هو منحرف وكده، وهو عمال يقول لهم أقسم بالله ما حصل يا جماعة والله العظيم ما حصل، وبيمشي وكده، وبعديها بيروح للمنارة علشان في بنت هناك وبيسألها: "هو أنتِ قاعدة كده ليه يا بنتي فوق وهتقعي؟" تقول له: "بادوّر على نفسي وباحاول أشوف كده أهدافي في الحياة." بيقول لها: "انزلي يا بنتي ممكن تقعي تموتي والّا يحصل لِك حاجة والّا أنتِ إيه ما بتموتيش؟" وبتقول له: "لأ ما تخافش أنا زي القطط ب7 أرواح." بنلاقي ميكروفونات المدينة كلها بتنادي عليه باسمه وبتقول الولد اللي جه من يومين ده اللي اسمه تاكا ييجي دلوقتي للمكتب العام، ولمّا بيروح بنلاقي البت اللي هي كانت بترش عليه مَيّة أم شعر أخضر كده مستنياه وبتقول له: "إيه يا ابني ده كله أنت متأخر ليه؟" وبنعرف إن اسمها ميكي وبتثبّته كده بالمسدس المَيّة بضغط عالي وبتقول له: "ارفع إيدك فوق اوعى." وبييجي الواد اللي هو كان من غير قميص كده فبتدّي له بالمَيّة بتوقّعه بتقول له: "بتقلع عليه، بتقلع عليه." وبيعرفوا إن في حفلة على شرفه عشان أي حد بييجي أصلًا الجزيرة دي ويكون جديد بيعملوا له حفلة، لإن الجزيرة دي صغيرة أصلًا وما فيهاش ناس، وبيحاول يرفض بس بيدعوه بالعافية وبيقولوا له: "أنت اللي عليك الزينة أصلًا." وإيه ده زينة إيه؟ هي الحفلة على شرفي والّا أنا اللي هاجيب لكم الحاجة والّا إيه؟ المهم بيروح عشان يجيب الحاجة بتاعة التزيين وبيقابل واحد كده بيلعب، وبياخده بيخلّيه يلعب معاه بالعافية كده، وبنشوف ميكي بتقول له: "انجز يا عم في إيه يالّا." فهنا بيسأله: "هو أنت مين بقى؟" تاكا بيقول له: "لا والله بجد أنت لسه فاكر أصلًا تسأل؟" وبيجيب الحاجات كده وبيبدأوا الحفلة وبيتعرّف على بنت اسمها أويو، بس إيه ده هو مش أنتِ أنتِ. بنعرف إن هي البت اللي هو مسك ها هي. وبيسألوهم: "هو أنتم عارفين بعض والّا شُفتوا بعض في مكان أو حاجة؟" فالبت بتقول: شُفنا بعض في مكان بالصدفة طبعًا." وما بيرضوش يذكروا تفاصيل، وبنعرف إن اللمة دي أصلًا هم رابطة شباب الجزيرة، وطبعًا ما فيش شباب كتير في الجزيرة لإن الجزيرة صغيرة، وبعد كده بيسألهم: "هو البت شيروها مش معاكم ليه؟" وأوي هنا بتقول له إن هي ما بتحبش تتعرف على ناس كتير وكده، بس البت أوي بتقول له: "إيه ده هو أنت تعرفها منين أصلًا يالا متحرش يا سافل أنت؟" وبيقول لها: "لأ والله بالصدفة." بتقول له: "صدفة ما أنت عرفتني بالصدفة برضه ماشي، ماشي يا سيف أنا ما اتحرجش، باكون عملت حاجة في البيت يالّا." وبتقول له عمومًا هي مش اجتماعية أوي وما بتحبش تتعرف على ناس كتير، واليوم اللي بعده كده البت بتحضّر له الأكل وبتقول له أنا ماشية علشان ورايا تدريب، وبعد كده بيروح يجيب آيس كريم وبيلاقي واحدة كبيرة كده هي اللي بتبيع الآيس كريم، فبياخده ياكل برّه، فهنا بتطلع له وتقول له الشمس هتسيح الآيس كريم، خش اقعد جوّه عندي أوضة جوّه وفي مروحة والجو هيبقى حلو، فأول ما بيفتح الباب كده بيلاقي أوي قدّامه وهي بتغيّر أصلًا، والواد مش عاطفي خالص وهو واقف بيتفرج قعد 5 ثواني كده عقبال ما جمّع، ومن الربكة رمى الآيس كريم عليها وراح جاري وهي راحت مصوّتة، فبعد كده بتقعّده قدّامها فسّر بقى اللي حصل ده منحرف يا ابن الكلب، بيقول لها أقسم بالله سوء تفاهم، والله أنا جاي بالصدفة والله خالص، صدفة خالص بافتح الباب لقيت واحدة غريبة قدّامي بتغيّر أنا مالي، بتقول له لا والله صدفة برضه، ده أنتِ صدفك كتيرة بقى، وبعدين ماشي شُفتيني وقشطة، بترمي عليَّ الآيس كريم ليه؟ بيقول لها لا والله أنا كنت باحاول أغطيكِ بس بأي حاجة في إيدي، وحظي إن الآيس كريم هو اللي كان في إيدي، لا والله تغطيني بالآيس كريم صح؟ ده إزاي؟ اقنعني، ما باين أوي إنك كداب يا ابن الكداب، ده أنت وقفت تتفرج عليها 5 ثواني، وبيعتذر لها بيقول لها والله العظيم ده هي من الخضة مش كنت عارف أعمل إيه بس، وأصلًا ما أنتِ اللي غلطانة ما فيش حد بيغيّر جوّه محل، بعدين في غرفة ليه جوّه المحل أصلًا، وبتقول له أنت بتحاول تقلب الترابيزة كمان، يعني أنت مش ندمان على اللي أنت نيّلته، عمومًا أنا شغالة في المحل، وبتكون متضايقة أوي لإن هي مش عارفة تتحرك لإن اللبس كله مبلول، فباقول لها خلاص، خلاص، خلاص أنا عندي حل حلو أوي، ارمي عليها آيس كريم أو تلج من اللي قدامِك ده وهنكون متعادلين، هي
فهي بتقول له لا اكيد لا، لان اللبس بتاعي هو لبس داخلي للبريلا، زائد ان انا بنت مش راجل زيك، فمش هتفرق حتى لو انت اتبليت، انت لو نطيت في البحر مش هتفرق. بس بتقول له انا عندي حل، ممكن نجيب طبق كبير يعني مش هتبقى حته تلجايه، وتجيب طبق كبير كده وبترميه عليه وبتقعد تضحك قوي، بس البتاع بيبقى متلج قوي، فبياخد حته ويرميها عليها وتقول له ايه اللي انت بتنيله ده؟ ها ايه اللي انت بتنيله ده؟ ما ايه؟ فبتجيب طبقين كمان وبترميهم في عينه، فهو راح رايح جاب طبقين هو كمان زيها وراح راميهم في على ال ها لا بصوا، انا عمال ادافع عن الواد ده كتير، شكله منحرف فعلا زي ما الكل بيقول. انا حاولت ادافع عنه، عامل ايه اكتر من كده يعني؟ وحاجه تانية، بس هو الحاجه دي قاعده بتعمل ايه؟ ما تقومي يا ستي تشوف الايس كريم بتاعك ولا التلج بتاعك اللي عمال يترمى في الشارع ده، ولسه بيقلع تيشيرت عشان ينشفه، والبت بترمي عليه ميه برضه بالمسدس من بعيد، البت قاعده تراقب اي حد. نعرف ان كيوكو قربت تخلص خلاص ترتيب الكوخ وبيروح يتمشى كده، فشروها هنا بتقول له هو انت بتعمل ايه بالظبط هنا؟ ولا ايه صدفه برضه؟ ولا ايه انت صدفك كتير ليه يا اسطى؟ فيقول لها لا المره دي مش صدفه، انا فعلا كنت بتمشى عادي يا شروها. وبتقول له شروها لا بقول لك ايه، اسمها هيبقى احلى قوي لو ضفت عليه سان، يعني شروها سان، ما تنساش الالقاب، اسمع مني انت مش ابن خالتي. وبيسالها كده لما هو كان جاي اول مره الجزيره شافها كانت واقفه مستنيه حاجه، انت كنت بتعملي ايه ساعتها صحيح؟ وهي بتقول له بحب اشوف الطيور بس وهي بتطير، وبنعرف ان هو جه الجزيره عشان ما عادش بيعرف يعوم وحصل له ازمه او حاجه قبل كده وهو كان بيعوم وكان بيغرق، فهو جاي اصلا في محاوله عشان يفك عن نفسه. وبيسالها كده انت امتى استمتعت بعطله صيفيه؟ فبتقول له مش فاكره، بس تقريبا وانا طفله يعني. فبيقول لها ان المكان ده اصلا رجع له ذكريات كتير وهو صغير وفرحان قوي ان هو جه. فبتقول له الجده اللي هنا الكبيره بتحكي ان انت جناحك مكسور وحاجات كده، هو في ايه بالظبط فهمني؟ فهنا بيقول لها لا ده تشبيه مش اكتر. فبتقول له انت غريب قوي كده ليه يا اسطى، في ايه؟ وتنتهي هنا الحلقه الثانيه، واكتبوا لي لو عايزين الحلقه الثالثه. وللعلم بس عشان الكل متضايق، الانميات دي مستمره والله يا جماعه، اخر 3 فيديوهات حرفيا نزلوا كانوا انميات مستمره، فطبيعي ان هي تكون صغيره. وللعلم انا هرجع للانميات الكبيره بما ان الكل متضايق. وبعدين ايه ال 170 دي؟ انا ما جبتهمش اصلا.